السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 29، ودرس النهاردة هو الجزء الرابع والأخير من شرح الدوال النصية في برنامج مايكروسوفت إكسل المستوى الأول. هناخد في درس النهاردة دالة تكست، ودالة تكست من الدوال المستخدمة على نطاق واسع في برنامج الإكسل، وهي دالة بتاخد قيم رقمية أو قيم وقت وتاريخ وتقوم بإجراء تنسيق محدد عليها، ومن ثم بترجع القيمة بعد إجراء التنسيق. يعني ايه الكلام دوت؟ خلينا الاول قبل ما نقول دالة تكست في العمود ايه هنا مجموعه من تواريخ الميلاد. كنا عشان ننسقها بنحدد يعني العمود كده ونروح على مثلا على تنسيق تاريخ مختصر او طويل، او حتى بنعمل تنسيق ارقام اضافيه عن طريق مخصص من هنا، ونختار التنسيق اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا خلينا نعدله ونخليه كده مثلا، نضغط انتر. تمام. فكنا بنعمل التعديل بتاع التاريخ على هذا الاساس، وكان التنسيق ده بيتم عشان خاطر الخليه ما فيهاش غير رقم بس او تاريخ بس. لكن لو عملنا العمليه دي على مثلا على نص بيحتوي على كلام وتاريخ مش هتتم. هنجرب دلوقتي مع بعض عشان نشوف دالة تكست ايه الفايده منها. عندنا في العمود اف هنا عاوزين نقول ان اكس was born on كذا، يعني الشخص الفلاني اللي هو الاسم الاول بتاعه موجود في C2 والاسم الثاني موجود في D2. عايزين نقول فلان الفلاني ولد was born on التاريخ دوت، وبعد كده نعمل تنسيق على التاريخ ده. خلينا نجرب كده ونشوف هتشتغل ازاي الداله دي. هنقول هنا يساوي، طبعا احنا خدنا داله كونكاتينيت، هنقول C2 and طبعا هنحط مسافه في النص بين دبل كوتيشن ونقول تاني and، بعد كده نحط D2 ونقول and. احنا كده طلعنا ايه C2 وD2 بينهم مسافة. عايزين نقول بقى النص بتاعنا اللي هو was born on هنحطه ايه؟ هنحطه بين دبل كوتيشن. بعد كده هنحط كونكاتينيت عشان نحط بقى التاريخ موجود في خلية الاي 2، ونضغط انتر كده ونشوف اللي هيحصل معانا. تمام. دالة كونكاتينيت اشتغلت صح. طبعا احنا نسينا نحط مسافة هنا، خلينا نحطها اهي. اسم الشخص was born on الرقم ده. طبعا احنا قلنا في درس سابق ان الاكسل بيتعامل مع التواريخ كأرقام متسلسلة بداية من تاريخ 1/1/1900. طيب أنا عاوز التاريخ يظهر بتنسيق محدد مش برقم تسلسلي. لو جينا طبقنا التنسيق التاريخ هنا على النص ده كده مش هيحصل أي حاجة. ليه؟ لأن الإكسل بيعتبر ده نص. وتيجي هنا بقى فايدة أو أهمية دالة تكست. عشان نتفادى القصة دي نعمل إيه؟ هنيجي هنا ونعمل تعديل على الخلية، والتاريخ اللي موجود في الاي 2 هندخله على دالة تكست عشان خاطر نعدل الفورمات بتاعه بالطريقه دي. هقول تكست، ودالة تكست بتاخد 2 ارجيومنت. اول معامل هو الفاليو اللي موجود عندنا في الاي 2 مظبوط، بعد كده بعمل كوما وبيسالني بيقول لي ايه هي الفورمات بتاعه التكست او بتاعه الديت اللي انت عايزه. احنا عايزين اليوم الاول، هنقول مانث. التنسيق لازم يتحط بين دبل كوتيشن، هنقول مانث، بعد كده شرطة نقول مثلا او عفوا خلينا نحط اليوم الاول دي مانث، بعد كده يير، بعد كده نقفل الدبل كوتيشن ونقفل قوس الايه التكست ونضغط انتر. لاحظ معايا 2 أغسطس 1966. اعمل تعميم للصيغة كده. انت عدلت او ادخلت تعديل على تاريخ موجود داخل النص باستخدام دالة تكست. ما كنتش هتعرف تعمل القصة دي بدون دالة تكست. المثال التاني معانا برضو هيبين لنا برضو اهمية دالة تكست. وهو في المثال دوت بيقول لك هنا في العمود جي محتاجين نقول في الخلية دي مثلا فلان بيقبض او ايرنز يكسب قد كده من الدولارز او قد كده من المرتب بتاعه كده يعني. تمام. فاحنا هنا هنحط نص مع رقم ومحتاجين تنسيق للرقم، فبالتالي هنستخدم دالة تكست. هقول هنا يساوي
طبعا للتسهيل هنقول اسم الشخص الاولاني بس اللي موجود في السي 2، فلان فلان. بعد كده هنقول اند، ونكتب النص بتاعنا earn مسافة، وبعد كده نحط دبل كوتيشن ونقول اند الرقم اللي موجود في الاي 2، ونضغط انتر ونشوف اللي طلع علينا نفس الرقم ولكن بدون تنسيق. احنا محتاجين ننسق، هتيجي تنسق نفس الطريقة برضو وتقول رقم هنا او عملة، مش هيأثر عليه. ليه؟ لان ده في نص مع رقم، فبالتالي بتظهر احتياج او بيظهر احتياجك هنا لدالة التكست اللي هتدخل عليها النص اللي انت عاوز تنسقه. اقول هنا تكست الفاليو موجوده في الاي 2. خلاص قلنا الارجيومنت الثاني وهو التنسيق. انا محتاج انسق طبعا التنسيق بين دبل كوتيشن. هقول مثلا هحط فاصل الالاف، تمام، بالطريقه دي، وبعد كده هحط علامه عشريه واحده مثلا، بعد كده اعمل دبل كوتيشن واقفل القوس واضغط انتر واشوف. لاحظ معايا شكل وجمال التنسيق هنا بقى عامل ازاي. 24500. اعمل تعميم للصيغه، تمام كده. دالة تكست، واهميه دالة تكست في تنسيق الارقام والتواريخ او القيم الرقميه داخل النصوص. كده خلصنا درس النهارده. كان درس سهل وبسيط. زي ما باكد عليك كل مره لازم تجرب بايدك وتغلط مره واتنين عشان خاطر تتعلم الاكسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.